ألذ تحلية هنعملها طواجن حلى الكراميل بأسهل طريقة، والطعم بقى جمدان. مش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير، هتعمليها بكل سهولة وبمكونات عندك موجودة في البيت. يلا بقى بينا نشوف هنعمل حلى الكراميل القمر بتاعنا ده ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا معايا حوالي ربع كيلو من الكنافة، طبعا انا حطاها في الفريزر علشان ايه لما نيجي نفتفتها تبقى اتفتت معانا بكل سهولة. طبعا ايه الخطوة دي مهمة قوي عشان ايه تبقى معاكي الكنافة ناعمة. معايا كده ايه صينية، حطيت فيها كده ايه معلقتين من السمنة، وهنزل بقى ايه بالكنافة، هفركها بالشكل ده. وبعد كده ايه هنزل على ربع كيلو من الكنافة معلقتين كبار من السكر البودر. هنقلبهم كده ايه مع بعض، وبعد كده ايه هرفعها على النار، وهقعد كده إيه احمر فيها كده ايه لحد ايه ما تبقى معانا كده لونها كده ايه اللون الذهبي. بس اهم حاجة ما تكونش النار عالية علشان ما تتلسعش منك، تكون النار وسط. تقعدي كده ايه تقلبي فيها لحد كده ايه ما تحمر معاكي. كده خلاص الكنافة احمرت معانا. هطفي بقى ايه عليها وهنعمل بقى الكريم كراميل. انا معايا لتر من لبن الحليب. طبعا ده لبن بلدي كامل الدسم. لو حابه تعمليه بمعلب مفيش اي مشكله، بس بصراحه اللبن البلدي بيدي للوصفه بتاعتنا طعم في منتهى الجمال. هنزل بقى ايه بست معالق من الدقيق او الطحين. هندوب كده ايه الدقيق او الطحين كده في اللبن، وبعد كده ايه هنركنه على ما نعمل الكراميل. حلة على النار، هنزل كده ايه بكوبايه وربع من السكر. هنبدا بقى ايه نكرمل السكر. طبعا النار ما تكونش عالية، تكون النار وسط. اول كده ايه ما يلون معانا هنروح بقى ايه مقلبينه. نقعد نقلب فيه كده ايه لحد ما يبقى معانا كده ايه لونه عسلي كده ايه يعني ايه غامق سنة. ما تغمقهوش علشان ما يمررش منك اللون ده. بعد كده بقى ايه هنزل بقى بلبن الحليب اللي احنا دوبنا فيه الست معالق دقيق. وهنقلب طبعا ايه اول ما تضيفي كده ايه اللبن على الكراميل، طبعا هيكتل منك بالشكل ده طبعا. ما تقلقيش وانت بتقلبي كده على النار هيفك. هنزل بقى ايه بنص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، او حوالي باكوين من الفانيليا البودر. على النار كده ايه هنقعد نقلب فيه كده ايه لحد ما القوام بتاعه كده يتقل معانا، يبقى معانا كده ايه قوام كريمي. طبعا النار ما تكونش عاليه، تكون النار وسط، ويكون ايدك في كده في التقليب علشان ايه ما يتلسعش منك. طبعا ايه هتغلي كده بعد الغليان تقعدي برضو ايه تقلبي فيه كده ايه 5 دقايق عشان بس ايه نضيع طعم الدقيق في قلب الايه الكراميل. كده خلاص جهز معانا كده. معايا ايه طواجن. هنزل بقى ايه بالكنافه اللي احنا حمرناها. عادي مفيش اي مشكله، لو مش متوفر عندك طواجن عادي ممكن تعملي بولات في كوبايات، في اي حاجه انت حابه تعملي فيها. وبعد كده ايه معايا كده ايه الكريم كراميل. تقليبه كده الاول قبل ايه ما نضيفه على الكنافه. وبعد كده ايه هننزله كده ايه على الكنافة بالشكل ده. هصب بقى ايه باقي الطواجن كلها بالشكل ده. وبعد كده ايه على الوش بقى ايه هنزينها ايه بشوية كنافة. طبعا هنبقي حبة كنافة كده للتزيين. هنزينها بقى بالشكل ده، بصراحة تحفة. طعم وريحة ولون بصراحة ما اقولكوش، تحفة في منتهى الجمال. احلى واطعم تحلية باردة هتعمليها، بصراحة جمدان. جربوها ان شاء الله تعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.